على صرخات، على أرواح مش راضية تسيبه، وكل اللي يدخل يفضل سامع الأصوات دي لحد ما يخرج، لو خرج. لكن الرعب الحقيقي بيبدأ تحت الأرض. في القصر في غرفة غامضة، الناس بتسميها الغرفة الممنوعة أو أحيانا بينك روم. غرفة مدفونة في القبو العميق، محدش كان مسموح يدخلها. في مصادر بتقول إن الغرفة دي متصلة بأنفاق سرية، أنفاق بتمتد تحت الأرض لحد ما توصل لكنيسة البازيليكا اللي جنب القصر، وكأن في رابط خفي بين بيت البارون المقدس والكنيسة اللي حواليه. جيران المنطقة أقسموا إنهم في ليالي مظلمة شافوا ضوء بيخرج من شبابيك الغرفة دي، شعاع رفيع يلمع لحظات وبعدين يختفي فجأة. أحيانا دخان، أحيانا لهب صغير، لكن لما حد يجرؤ يقرب لا نار ولا دخان، كأن في شيء غير مرئي بيتحكم في كل ده. دلوقتي بقى هحكي لك عن اللي عاشوه ناس دخلوا القصر بنفسهم. واحد من الجيران عايش طول عمره قدام القصر قال في يوم حوالي الساعة 1:30 بالليل سمع صوت زجاج بيتكسر جوه. الصوت جاي من الداخل مش من الشارع. بعد ثواني شاف نور ضعيف جدا طالع من نافذة في الدور التاني. النافذة مفتوحة نصها والضوء بيخرج للحظة وبعدين يختفي فجأة. ولما راحوا يشوفوا القصر فاضي، لا في حد دخل ولا حد خرج. وفي التسعينات كان في شباب بيتسللوا جوه بالليل. واحد منهم حكى طلعت على الدرج الحلزوني اللي بيربط الطوابق والمصاعد، وفجأة حسيت نسمة برد عدت من ورايا. لفيت ما لقيتش أي حاجة، بس حسيت بظل غامق كأنه واقف بيراقبني من بعيد. عيونه كانت متسلطة عليا. وبعدها بدأت أسمع خطوات ورايا. أمشي أسرع ألاقي الخطوات تسرع، أقف الخطوات تختفي، كأن حد بيتعمد يلعب بأعصابي. وفي أوائل التمانينات كذا جار شاف دخان بيخرج من برج القصر، دخان سميك طالع من الشبابيك. الجيران افتكروا إنه حريق، جريوا يشوفوا، لكن لما وصلوا لا نار لا لهب لا حتى أثر حريق. الدخان اختفى فجأة زي ما طلع فجأة، ولا حد لحد النهاردة يعرف كان إيه. في واحدة من الليالي الهادية أحد الحراس اللي كانوا بيحرسوا القصر في فترة من الفترات بيقول إنه هو واقف